القمر اللي تقلان علينا ما يردش فنجيله برجلين. طب يلا اول سؤال في الميد ترم كان بيقول لك the type of the differential equation y dash equal 3xy plus x square minus 5y square على x square minus y square، وبيسألك السؤال ده بيتحل بالاكزاكت ولا باللينير ولا بالسيبريشن ولا بالهوموجينيوس. طيب طبعا الإجابة واضحة جدا إن الهوموجينيوس، ماشي؟ هي مش واضحة، هو محلولة يعني، ماشي؟ طيب أول حاجة نعرف إزاي أشكال الحاجات دي كلها. ده ليه شكل، مش بالقلم ده ليه شكل، وده ليه شكل، وده ليه شكل، وده ليه شكل، ماشي؟ بص معايا، ده شكل الاكزاكت. شكل الاكزاكت بيبقى ايه؟ بيبقى جزء فيه اكس وواي بنعمل له انتجريشن دي واي، ماشي؟ بيبقى فيه هنا دي واي، وجزء اكس وواي برضو، ماشي؟ بيبقى دي اكس، وبيبقى ايكوال زيرو في الاخر. ده الاكزاكت. طيب تعالى لي على اللي بعده. اللي بعده ايه؟ اللينير. اللينير اللي اسهل حاجه عندك موجوده اصلا، بيبقى شكله ايه؟ واي داش، ماشي؟ بلس كيو اوف اكس واي ايكوال كيو اوف اكس، ماشي؟ ده اللينير. خش على اللي بعده. اللي بعده الهوموجينيوس، بيبقى لما اقول لك فانكشن معايا في الاكس والواي، ممكن اشيل كل اكس واحط مكانها لامدا اكس، واشيل كل واي واحط مكانها لامدا واي، ويطلعوا يساووا بعض. طيب ازاي هنحل السؤال ده دلوقتي بنفس الطريقه؟ طيب يلا بينا. دي بس اكتب لك السؤال بالظبط زي ما كان موجود اهو، عشان مش واضح في السؤال يعني. طيب هحله انا دلوقتي ازاي؟ هقول لك اول حاجه انا هشيل كل اكس واحط مكانها لامدا اكس، وهشيل كل واي واحط مكانها لامدا واي. طيب بديهي كده لما اشيل اكس واي سكوير مثلا، هحط مكانها ايه؟ هحط مكانها لامدا سكوير واي سكوير. ليه؟ مش الواي دي بتبقى واي مضروبه في واي؟ طيب ما انا كل واي هلزق فيها لامدا، تمام؟ يبقى معايا واي واي هيبقى واي سكوير، ولامدا ولامدا هيبقى لامدا سكوير. سيبك من كده، انا اللي عايزك تفهمه ان انا لما اشيل واي سكوير بحط مكانها لامدا سكوير واي سكوير. حلو حلو، شيل لي بقى الكلام ده كده. ماشي يلا نشتغل. انا دلوقتي هكتب المعادله تاني، واي داش ايكوال 3 اكس، هشيل الاكس واحط مكانها لامدا اكس، والواي هشيل الواي واحط مكانها لامدا واي، فهكتب اكس واي لامدا سكوير. ليه لامدا سكوير؟ ما قلت لك بقى دي كان معاها المفروض لامدا ودي كان معاها المفروض لامدا. طيب انا كتبت واي سكوير غلط، دي لامدا، لامدا سكوير، ماشي؟ بلس اكس سكوير هشيلها واحط مكانها اكس سكوير لامدا سكوير. ليه؟ نفس الحوار اللي انا لسه قايله في الواي دلوقتي، صح ماشي؟ ماينس 5 واي سكوير. طيب الواي سكوير دي هتحط مكانها ايه؟ تحط مكانها واي سكوير لامدا سكوير، ماشي؟ تمام. تعالى لي على الدينومينيتور، عندك اكس سكوير، تحط اكس سكوير لامدا سكوير، ماشي؟ ماينس الواي سكوير، هتشيل الواي سكوير تحط واي سكوير لامدا سكوير. اللي مش فاهم انا بعمل ايه، انا بشيل كل اكس واحط مكانها اكس لامدا، وبشيل كل واي واحط مكانها واي لامدا. حلو حلو. طيب انا وصلت للشكل ده. كان ايه شرط الهوموجينيوس عندي؟ ان اللي بتبقى في الاف اكس هي اللي بتبقى في اللامدا اكس لامدا واي، تمام؟ اللي بتبقى، معلش انا غلط، اللي بتبقى في الاكس واي بتبقى هي اللي في اللامدا اكس لامدا واي. ان شاء الله اكون قلتها صح المره دي. ماشي. انا دلوقتي احل السؤال ازاي؟ انا اعرف منين الشكل ده شبه ده؟ انت دلوقتي عندك كومن فاكتور، لازم تاخده، عشان هتاخده، ماشي؟ هتشيل اللامدا سكوير من كل ترم، هتاخدها كومن فاكتور. طيب اكتب لي هنا لامدا سكوير وافتح براكت وحط بقى الحاجه اللي جوه. طيب عندك ايه فوق؟ اول ترم فيه 3 اكس واي لامدا سكوير، يبقى تاخد 3 اكس واي، تمام؟ بلس الترم اللي بعده فيه ايه؟ فيه اكس سكوير لامدا سكوير، انت هتاخد اللامدا سكوير تخليها وهتكتب هنا الاكس سكوير، ماشي؟ ماينس اللي بعده فيه نيجاتيف 5 واي سكوير لامدا سكوير، يبقى تاخد فيه النيجاتيف 5 واي سكوير، ماشي؟ 5 واي سكوير، تمام؟ واقفل البراكت. تعالى لي على اللي تحت. اللي تحت بقى فيه ايه المفروض؟ في اكس سكوير لامدا سكوير، انت هتاخد برضو اللامدا سكوير كومن فاكتور عشان هي موجوده في كل الترمات. ما بص يا جماعه، شرط انك تاخد حاجه كومن فاكتور انها تكون موجوده في كل الترمات معاك. طيب اول ترم فيه وتاني ترم فيه، تمام؟ يلا لامدا سكوير وافتح براكت،
ماشي، تحط جوه اكس سكوير وهتحط جوه نيجاتيف واي سكوير. تمام. حقك في الماس انك لو معاك حاجه مضروبه في كل اللي فوق مضروبه في كل اللي تحت تطيرها زي ما انا هطير دول كده، يبقى مفيش لا لامدا سكوير فوق ولا لامدا سكوير تحت. ولما تعمل الخطوه دي انت المعادله عندك بقت هي اللي فوق. فالسؤال ده طلع معاك هوموجينيوس. بص معايا، معاك هنا 3 اكس واي بلس اكس سكوير ماينس 5 واي سكوير، هي اللي فوق بالظبط. تمام، مش دي هي دي. تمام ماشي. واللي تحت برضو هو اللي تحت، يبقى السؤال ده بيتحل معاك هوموجينيوس. الاسئله يا جماعه اللي بحلها كلها تتحل ورقه وقلم بعدي على طول او قبل يا ريت. تمام، يلا نخش على السؤال. طيب يلا نخش على السؤال التاني على طول. بيقول لك the type of the differential equation y dash plus p of x y equal q of x is. بيقول لك شكل المعادله ده بيتحل ازاي، يعني طريقه حله ايه. exact لا، احنا شفنا شكل الاكزاكت. linear linear، احنا شفنا شكل اللينير وده شكل اللينير. طيب separation لا، ده مش separation خالص، هوريك شكل السيباريشن لسه. homogeneous لا، احنا لسه عارفين شكل الهوموجينيوس. none of all لا طبعا. ماشي، فيبقى الاجابه linear على طول. يلا نخش على السؤال اللي بعده. يلا بينا نخش على السؤال التاني على طول. هو هنا بيقول لك ان هو مديك اف في اكس وواي، ماشي، وعايزك ده سؤال بارشل ديريفاتيف من الجماعه من الاخر. طيب عشان احل السؤال ده انت الاختيارات اللي معاك فيها اف اكس اف واي اف واي اف واي، ماشي. فانت محتاج دلوقتي تجيب الاف اكس وتجيب الاف واي وتشوف انهي اجابه صح. طيب تقول لي ان الاف اكس بتساوي، هتعمل ديريفاتيف بالنسبه لاكس وهتعمل واي على انه ثابت، فهيبقى معاك 15 اكس بار 2. اللي بعده ماينس 7 اكس سكوير واي، الديريفاتيف بتاعها بالنسبه لاكس هيبقى 14 اكس واي. جبت منين ال 14؟ 2 اتضربت في السبعة والواي اللي نزلت زي ما هي عشان بعمل ديريفاتيف للاكس. طيب بلس واي سكوير بالنسبه لاكس الديريفاتيف بتاعها 0. تمام، ده الاف اكس. تعالى لي على الاف واي ايكوال. يا جماعه اللي تايه في حاجه يرجع للحصص الاصليه، انا منزل المنهج كله. تمام، تعالى لي على الاف واي. هتيجي تعمل ديريفاتيف لل 5 اكس بار 3، الديريفاتيف بتاعها بالنسبه لواي 0 فمش هيتكتب. تمام، اللي بعده نيجاتيف 7 اكس سكوير واي، الديريفاتيف بتاعها بالنسبه لواي هيبقى نيجاتيف 7 اكس سكوير. ليه؟ ما انا دلوقتي بعمل ديريفاتيف للواي فباخد الرقم اللي جنبها. حلو حلو. بلس واي سكوير الديريفاتيف بتاعها بالنسبه لواي هيبقى 2 واي. بس كده. دور على الاختيارات على الكلام ده. تبص على اول اختيار هطلع لك الغلطه منه دلوقتي. الغلطه منه ان هو ما عملش ديريفاتيف للواي سكوير. الواي سكوير نزلت زي ما هي واي سكوير وهي المفروض الديريفاتيف بتاعها يبقى 0. تمام، فاول اختيار معاك غلط. تعالى على الاختيار اللي بعده. بيقول لك ايه اللي هو ده؟ بيقول لك 15 اكس سكوير. هو دلوقتي بيجيب الاف واي بيقول لك 15 اكس سكوير، لا ده غلط اصلا. ليه غلط؟ ده غلط، مش ده هو اللي تحت. طيب الاف واي بيقول لك 5 اكس بار 3 ماينس، غلط برضو. ليه؟ ما بقول لك دلوقتي الاف واي، فهو ال 5 الاف واي ما بتبداش ب 5 اكس بار 3. تمام، غلط برضو. تعالى على الاختيار الرابع. بيقول لك اف واي بتساوي نيجاتيف 7 اكس، نيجاتيف 7 لا، هو المفروض نيجاتيف 7 اكس سكوير. برضو الاختيار ده غلط. الاجابه الصحيحه none of these. يلا نخش على بعض. طيب السؤال الرابع يلا. بيقول لك ايه؟ ده سؤال برضو زي اللي فات بالظبط، partial derivative. طيب تعالى نجيب الاف اكس ونجيب الاف واي عشان هو الاختيارات عندك كلها اف اكس اف اكس اف واي اف واي. فيلا بينا. ماشي، قول لي الاف اكس. السؤال ده بيقول لك ايه؟ هو اصلا السؤال ايه؟ اكس باور واي. طيب يا عم سهل. طب تيجي تعمل اول حاجه بس ثانيه بس، انا دلوقتي بعمل ديريفاتيف بالنسبه لاكس، فانا بالنسبه لي دلوقتي الواي كونستانت، الواي ثابت. طيب فانا لما اجي اجيب الاف اكس هعمل ايه؟ انا دلوقتي لما بعمل ديريفاتيف مثلا لاكس باور 2، مش بقول لك ان الديريفاتيف بتاعها 2 اكس وبنقص واحد من الباور؟ طيب متفق معايا صح؟ طب انا دلوقتي قلت لك ان الواي كونستانت، الواي كونستانت زي الاثنين، يعني الاثنين دي ثابت والواي ثابت. طيب فانا هعمل ايه؟ هنزل الباور اللي هو واي، ماشي، واكتب الاكس وانقص من الباور واحد هيبقى واي ماينس 1. واي ماينس 1. خدت بالك من حاجه؟ وخلاص. انت وانت بتحل السؤال اصلا المفروض تعمل ايه؟ في بقى ناس اتسحلت عملت الواي على انها مش كونستانت، على انها فاريبل عادي، ماشي، وقالت لك بقى اكس باور واي في لين البيز في الديريفاتيف الباور، ولما تيجي تعمل ديريفاتيف للباور برضه الواي هيبقى الديريفاتيف بتاعها واي داش، وقصه حزينه كده. طب ليه؟ انت لو حليت السؤال بالعقل، يعني انت بصيت على الاختيارات فيها اف اكس واف واي، هات الاف اكس وهات الاف واي وشوف الاختيارات طلعت معاك كده، مبروك عليك السؤال اتحل. طيب يا جماعه دلوقتي السؤال الرابع كان هو السؤال الخامس بالظبط، بس فرق في الاختيارات. ماشي، تعالى يا عم
نفس الفكرة بالظبط. انت هتجيب، شوف الاختيارات عندك ان ترم اوف ايه، اف اكس اف واي اف واي اف اكس، يبقى هات الاف اكس وهات الاف واي. ممكن بالابيض بس، هات الاف اكس وهات الاف واي ونشوف الكلام على ايه. اف اكس ايكوال، احنا لسه جايبينه، قلنا هنعمل الواي على انها ثابت، فهننزل الباور وننقص منه واحد، هيبقى واي ماينس 1. ماشي. طيب تعالى نجيب الاف واي. الاف واي بقى بتساوي ايه؟ انت هتعمل ديريفاتيف اللي قدامك ده بس بالنسبة لواي. طيب مثلا انا لو معايا 2 باور واي، بعملها ديريفاتيف ازاي؟ بقول لك 2 باور واي في لين البيز اللي هو لين 2 في ديريفاتيف الباور. ديريفاتيف الباور بالنسبة لواي واحد. حلو. ماشي. تعالى نعمل الكلام ده هنا. يلا نعمل ديريفاتيف للإكس باور واي. هقول لك ان الديريفاتيف بتاعها هيبقى إكس باور واي برضو في لين البيز. لين البيز ده اللي هو ايه؟ اللي تحت، اللي هو لين إكس في ديريفاتيف الباور. طيب ديريفاتيف الباور واي، الديريفاتيف بتاعها بالنسبة لواي واحد، مش كده؟ تمام، عشان مضروب فيه. تمام، يبقى الواي طلعت معاك ب إكس باور واي لين إكس. حلو. بص على الاختيارات، هتلاقي عندك اختيارين صح، الاختيار ده والاختيار ده. طيب الدكتورة حلت يعني لحل الاختيار الأول عملته له صح، لحل الاختيار التاني عملته له صح. ماشي. طيب الإجابتين معاك صح، يعني أنا مش هختار لك واحدة ما بينهم، هما الاتنين دول صح. يلا نخش في السؤال اللي بعده. يلا نحل السؤال السادس. السؤال السادس بيقول لك إيه؟ هو مديك ماتريكس 3 في 3 اسمها بي وهي قدامك، وعايز البي ترانسبوز. طيب الترانسبوز ده كنت بعمله إزاي؟ بشقلب الصفوف بخليها أعمل. طيب موضوع أسهل ما يمكن، أسهل سؤال ممكن يجيلك ده أصلا. تقول لي بي ترانسبوز إيكوال، شقلب الصفوف تخليها أعملة. أول صف اللي هو 1 1 سالب 2 هكتبه عمود، 1 1 سالب 2. تاني صف 2 سالب 3 سالب 1. تالت صف 0 5 4. طيب دور لي على دي في الاختيارات. بص على أول اختيار، 1 2 0 1 سالب 3 5 سالب 2 1 4. الاختيار الأول هو الصح. يلا نخش على بعض. يلا بينا نخش على السؤال السابع. مديك ماتريكس A 3 في 3 ومديك ماتريكس B 3 في 3 وبيقول لك A ماينس B. أول حاجة بس لازم تبقين عليها إن A ماينس B مش هي B ماينس A، قلناها في الريفيجن الأصلية وكده. تمام. إيه الكلام بقى دلوقتي؟ أنت بتعمل ماينس الماتريكس إزاي؟ أول حاجة تمسك كل مكان، يعني مثلا المكان ده هتنقصه من المكان ده، المكان ده بتنقصه من المكان ده، المكان ده بتنقصه من المكان ده، ويعني سهلة جدا جدا جدا. يلا حل السؤال. هقول لك A ماينس B ايكوال، وافتح ماتريكس 3 في 3 برضه. معلش هنحط جواها ايه بقى؟ 1 ناقص 1 0، 1 ناقص 1 0 ناقص 1 قصدي سالب 1. 1 ناقص 2 هيبقى 3. 1 ناقص 2 وسالب السالب موجب فهيبقى 3. ماشي. 2 ناقص 2 0، سالب 1 ناقص سالب 3 سالب 1 زائد 3 هيبقى 2. ماشي. سالب 3 ناقص 1 هيبقى سالب 2. ماشي. آخر حتة تحت، 3 ناقص 2 1، 9 ناقص 5 4، 0 ناقص 4 يبقى سالب 4. بص في الاختيارات أنهي اختيار اللي صح، هتلاقي الاختيار ده هو اللي صح. يلا نخش على بعض. السؤال الثامن بيقول لك مديك ماتريكس A 3 في 3 وبيقول لك اضرب ماتريكس A في 2. أسهل حاجة في الدنيا ممكن تتعمل. السؤال ده ما ياخدش معاك 30 ثانية. بص يا عم، هتمسك كل عنصر تضربه في 2 بس كده. تقول لي 2A ايكوال، وافتح ماتريكس واضرب كل عنصر في 2. 2 0 2 4 سالب 2 سالب 6 6 12 0. بص في الاختيارات هتلاقي الإجابة دي اللي صح. يلا نخش على بعض. قسما بالله العلي العظيم ان ده هيحصل. وانا مش عايز احلف كتير بس صدقني ده اللي هيحصل وفق السيناريوهات اللي اتحطت كلها في افلامهم. لازم هيحصل. في حاجات ما بتحصلش بس السيناريو ده هيحصل. يلا نحل أول سؤال في المقالي. ماشي. السؤال ده ب9 درجات وكان جاي بارشل درافتنج، سؤال في اللذيذ منه وكويس يعني. طيب أول حاجة بجيب الاف اكس وبجيب الاف اكس اكس وبجيب الاف واي اكس وبعدين نفس الكلام الناحية التانية للواي. طيب يلا نبدأ. الاف اكس هتساوي، هعمل ديريفاتيف للاكس هيبقى 4 اكس باور 3، والواي بالنسبة لي ثابت هينزل زي ما هو، ماينس اي باور اكس، الديريفاتيف بتاعها اي باور اكس في ديريفاتيف الباور. ديريفاتيف الباور هنا ايه؟ انا بعمل ديريفاتيف بالنسبة لاكس فالديريفاتيف بتاعي هيبقى واي. تمام. هاتلي الاف اكس اكس، اف
اكس اكس ايكوال، هعمل ديريفاتيف لدي تاني بالنسبة لإكس. ماشي. طيب هنزل الباور، 3 تضرب في 4 يبقى 12، إكس باور 2 واي باور 3 ماينس إي باور إكس واي. بص يا جماعة، الواي دي بالنسبة لي رقم، فأنت دلوقتي مش شايفها، سيبها للآخر. إي باور إكس واي لما تيجي تعمل لها ديريفاتيف هتبقى إي باور إكس واي مضروب في ديريفاتيف الباور. ديريفاتيف الباور إيه؟ أنا بعمل ديريفاتيف بالنسبة لإكس، ديريفاتيف الباور بالنسبة لي واي. تمام، مضروبة في واي، وكان في واي فوق فاكرها، يبقى واي سكوير، عشان أنا لو ضربت واي في واي يبقى واي سكوير. حلو، يبقى أنا جبت الإف إكس والإف اكس و الاف اكس والاف اكس اكس. طيب تعالى يلا نجيب الاف واي اكس. اف واي اكس ايكوال، هعمل ديريفاتيف لدي بالنسبة لواي مش بالنسبة لاكس. طيب هنزل الأربعة اكس باور 3 والواي باور 3 اعمل لها ديريفاتيف. طيب لما اجي اعمل لها ديريفاتيف هتبقى 3 واي باور 2. طب انا معايا 3 مضروبة في الأربعة، شيلهم وحط 12 عشان يبقى شكلها أشيك، بس انما هي كده كده صح. 12 وهاتلي دي هنا كده. تمام، نكمل السؤال. ماينس، انت هنا بقى عندك دالتين مضروبين في بعض. هتقولي طب ليه ما عملتش كده المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت عشان الواي كانت بالنسبه لي ثابت، انما هي دلوقتي متغير، هي دلوقتي انا بعمل ديريفاتيف بالنسبه لها. طيب فهستعمل دلوقتي قانون ديريفاتيف الدالتين. ماشي، ده بيبقى عامل ازاي؟ بثبت واحد وبعمل ديريفاتيف للتاني، بلس اللي انا بثبته بعمله ديريفاتيف، اللي انا عملت له ديريفاتيف بثبته. طيب افتح لي قوس، ودلوقتي تعالى نثبت الواي اول حاجه. ماشي، لما اثبت الواي واعمل ديريفاتيف لاي باور اكس واي، ديريفاتيف الاي باور اكس واي، اي باور اكس واي برضو مضروب في ديريفاتيف الباور. ديريفاتيف الباور ايه بالنسبه لي؟ ديريفاتيف الباور انا بعمل ديريفاتيف بالنسبه للواي، فديريفاتيف الباور بالنسبه لي اكس. تمام، اقفل البراكت وافتح براكت تاني بس بلس. تمام ماشي، فين السؤال بقى اصلا؟ اهو. طيب انا المره اللي فاتت ثبت الواي، دلوقتي هعمل ديريفاتيف للواي. ديريفاتيف الواي بالنسبه للواي 1، ماشي، مضروب في ديريفاتيف الاي باور، لا مش ديريفاتيف الاي باور اكس واي بقى، ثبت الاي باور اكس واي، مش ثبتها، معلش انا اسف. بصوا، انا اول مره ثبت الواي وعملت ديريفاتيف الاي باور اكس واي، تمام، بعدين عملت ديريفاتيف الواي وهنزل الاي باور اكس واي زي ما هي. ماشي تمام، يبقى ده شكل السؤال معاك. عايز تبسطه بسطه، عايز تاخد كومن فاكتور خد كومن فاكتور، بس انا كده وصلت للشكل الصح علميا يعني. تمام. طيب هات لي بقى كل ده على جنب عشان نشتغل دلوقتي في الوايات، مش قصدي كده، عامة كنت عايز الصورة على حاجة حلوة. يلا بينا نجيب الاف واي. اف واي ايكوال، هعمل ديريفاتيف لدي بالنسبة للواي. طيب الاكس باور 4 هتنزل زي ما هي، والواي باور 3 اعمل لها ديريفاتيف هيبقى 3 واي باور 2. حلو حلو، ممكن اجيب التلاتة في الاول عشان يبقى شكلها اشيك. ماشي، ماينس اي باور اكس واي لما اجي اعمل لها ديريفاتيف بالنسبه لواي هيبقى اي باور اكس واي برضو في ديريفاتيف الباور. انا بعمل ديريفاتيف بالنسبه للواي، فالديريفاتيف بتاعي دلوقتي اكس. ماشي ماشي، هات لي الاف واي واي، اف واي واي ايكوال، تعمل ديريفاتيف لدي بالنسبه لواي تاني. ماشي، الوايات المتغير اللي عندك هنا واي سكوير هيبقى 2 واي، ماشي، والتلاتة اكس باور 4 تنزل زي ما هي، 3 اكس باور 4. طيب التلاتة في الاتنين نضربهم في بعض عشان يبقى شكلها أشيك، هتبقى 6. ماشي تمام. ماذا بعد؟ هتعمل ديريفاتيف دي بالنسبة لواي. طيب لما تيجي تعمل ديريفاتيف لدي بالنسبة لواي، الإكس بالنسبة لك رقم، ها؟ طيب ماينس اي باور اكس، اي باور اكس الديريفاتيف بتاع اي باور اكس في ديريفاتيف الباور. ديريفاتيف الباور ايه؟ اكس، يبقى اضرب في اكس، وكان في اكس فوق اهي، قلت لك الرقم ده هينزل تبقى اكس في اكس تبقى اكس سكوير. ماشي ماشي، تعالى نجيب الاف واي اكس. طيب اف واي اكس هعمل لدي ديريفاتيف تاني بالنسبة لاكس بقى المرة دي، اف واي اكس او اف اكس واي. ماشي، اف اكس واي ايكوال. طيب
لما اجي اعمل لها ديريفاتيف بالنسبه لاكس، اول حاجه انزل الارقام اللي عندي، التلاتة رقم، الواي سكوير رقم، ماشي. اعمل ديريفاتيف للاكس باور 4 هتبقى 4 اكس باور 3. طيب الأربعة اضربها في التلاتة عشان تبقى أشيك، هتبقى 12 ماشي، واجيب ده هنا كده. طيب ماينس، هعمل ديريفاتيف لده بالنسبة لإكس، برضه هستعمل القانون. طيب أول حاجة هثبت واحد وأعمل ديريفاتيف للتاني، نثبت الإكس ماشي، وأعمل ديريفاتيف للإي باور إكس واي. أنا عايز أشوف السؤال كله. واعمل ديريفاتيف للاي باور اكس واي، ديريفاتيف للاي باور اكس واي، اي باور اكس واي، فديريفاتيف الباور. طب ايه ديريفاتيف الباور هنا؟ انا بعمل ديريفاتيف بالنسبه لاكس، فالديريفاتيف بتاع الباور بالنسبه لي واي، مش عارف بتكلم بسرعه ليه، بلس افتح براكت. احنا اول مره ثبتنا الاكس، دلوقتي هنعمل ديريفاتيف الاكس. ديريفاتيف الاكس بالنسبه لاكس 1 مضروب في الاي باور اكس واي، انا عملت لها ديريفاتيف المره اللي فاتت، هتنزل هنا المره دي زي ما هي، اي باور اكس واي. تمام. انا كده حليت السؤال. عايز تبسط بسط، عايز تاخد كومن فاكتور خد كومن فاكتور، ماشي، بس كده السؤال اتحل يعتبر. طيب السؤال التاني في المقالي بيقول لك study the maximum and minimum point، ومديك سؤال partial derivative في اللذيذ منه كده، وانت بقى المفروض تعمل ايه؟ المفروض تجيب الاف اكس وتجيب الاف واي وتجيب الاف اكس اكس وتجيب الاف واي واي وتجيب الاف اكس واي، وبعد ما تجيب الاف اكس هتساوي بزيرو، بعد ما تجيب الاف واي هتساوي بزيرو، وهتجيب الدي وهتشوف النقط اللي معاك دي ماكسيمم ولا مينيمم وكده. طيب الكلام بقى دلوقتي، اول حاجه تجيب الاف اكس طلع معاك بكذا، طلع معاك بكده. طيب وتجيب الاف واي طلع معاك بكده. طيب ماذا بعد؟ الخطوه الثانيه ان انا بساويهم بزيرو، بساوي الاف اكس بزيرو وبساوي الاف واي بزيرو اهو. حلو. وبعدين بعد ما سويته بزيرو طلعت لك المعادله الكلام ده، طلعت لك ان اكس سكوير ماينس 1 ايكوال 0 وان واي بلس 1 ايكوال 0. هتحل المعادلتين دول، دي هتطلع لك اكسين، هتطلع لك اكس مره بسالب واحد ومره بواحد، والمعادله اللي تحت دي هتطلع لك ان الواي بسالب واحد. طيب ماذا بعد؟ دلوقتي انت معاك اكستين وواي، فهتقدر تجيب منهم نقطتين اهي، مش نقطه، قلت لك ان هنا الاكس بواحد والاكس بسالب واحد، وهنا ان الواي بسالب واحد. حلو. فانت النقطتين اللي معاك اهي واهي. ليه طيب ان انا ثبت السالب واحد بتاعه الواي دي هنا مره وهنا مره؟ عشان ما عنديش غيرها، ماشي. بس الاكس عندي اكستين، عندي اكس بواحد واكس بسالب واحد، فعملت نقطتين، نقطه فيها الاكس بواحد ونقطه فيها الاكس بسالب واحد، ماشي. فانا دلوقتي معايا نقطتين. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده بجيب الاف اكس اكس والاف واي واي والاف اكس واي عشان احسب الدي. طيب بجيب من الاف اكس اكس بعمل لدي تاني ديريفاتيف بالنسبه لاكس. طب بجيب من الاف واي واي بعمل لدي ديريفاتيف تاني بالنسبه لواي. طيب بجيب منين بقى الاف اكس واي؟ بعمل لدي، يعني شوف هي اف واي بعملها ديريفاتيف بالنسبه لاكس، او التانيه بعملها ديريفاتيف بالنسبه لواي، ماشي. فطلع معاك ان الاف اكس اكس ب 6 اكس، وطلع معاك ان الاف واي واي ب 2، وطلع معاك ان الاف اكس واي بصفر. حلو قوي. قانون الدي كان بيقول لك ايه؟ قانون الدي بيقول لك دي ايكوال اف اكس اكس اف واي واي ماينس اف اكس واي سكوير. طيب عوض بكل حاجه انت لسه جايبها من هنا تحت، ماشي. هنا اهو هيبقى معاك ان الدي بتساوي 12 اكس. طيب الدي بتساوي 12 اكس، ماذا بعد؟ انا عطلت دلوقتي؟ لا ما عطلتش. هعمل ايه؟ انا معايا اكستين بقى، انت ناسي ولا ايه؟ الاكس دي والاكس دي. طيب عوض مره بالاكس دي ومره بالاكس دي واعمل الجدول اللذيذ ده. طيب مره تبع النقطه اللي هي واحد وسالب واحد، ومره تبع النقطه اللي هي سالب واحد وسالب واحد. طيب لما عوضت بالاكس بتاعه النقطه دي هنا طلعت لك 12، ولما عوضت بالاكس بتاعه النقطه دي طلعت لك هنا سالب 12. طيب تيجي كده نراجع قانون بس سريع كده. كنت قايل لك ان لو الدي اصغر من زيرو يبقى دي صاد بوينت، ماشي. ولو الدي اكبر من زيرو يبقى دي بقى ممكن تبقى ماكسيموم وممكن تبقى مينيموم. طيب اعرف منين؟ من اشاره الاف اكس اكس. لو اشاره الاف اكس اكس بوزيتيف يبقى دي مينيموم، لو نيجاتيف تبقى ماكسيموم. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نطلع فوق شوف الكلام على ايه. اول حاجه النقطه اللي تحت دي اللي هي دي، خلاص انا عرفت انها صاد البوينت. ليه؟ اشاره الدي طلعت لي نيجاتيف، خلاص دي وش صاد البوينت. طيب النقطه الثانيه اللي هي
طلعت لي 12 دي. نعمل ايه بقى معاها؟ احنا عرفنا ان هي يا ماكسيمم يا مينيمم. طب اعرف منين هي ماكسيمم ولا مينيمم؟ من اشاره الاف اكس اكس. طيب اف اكس اكس اهي، ماشي، اللي هي كانت اهي، ثواني، اللي هي اهي. طيب اشارتها ايه؟ ما هي برضه 6 اكس. طيب ما تعوض بالنقطه، ما هي النقطه الاكس بتاعتها كانت 1، فهتقول لي 6 مضروبه في 1 هيبقى 6، يبقى الاشاره بتاعت دي طلعت ايه؟ بوزيتيف، يبقى دي ايه؟ مينيمم. كده السؤال اتحل. الخطوات بالترتيب مترتبه قدامك اهي. الخطوه الاولى بجيب الاف اكس، الخطوه الثانيه بجيب الاف واي، بعد كده بساوي الاف اكس بزيرو بساوي الاف واي بزيرو، بحل المعادلتين، بجيب قيم الاكس وقيم الواي، بجيب النقط، بجيب الاف اكس اكس، بجيب الاف واي واي، بجيب الاف اكس واي، بكتب قانون الدي وبعوض فيه، وبعدين بعمل الجدول اللذيذ ده ماشي. وتبقى فاكر القانون اللي انا لسه كاتبه تحت دلوقتي ده، لو الدي اصغر من زيرو يبقى دي سادل بوينت، لو الدي اكبر من زيرو يبقى ماكسيمم مينيمم. بعرف منين؟ من اشاره الاف اكس اكس. حلو، نخش على السؤال اللي بعده. اخر سؤال في الميد ترم معاك كان بيقول لك ايه؟ السؤال ده solve the differential equation. طيب انت اول ما تشوف السؤال انت اللي بتحدد هتحله بأنهي طريقه، separation ولا linear ولا homogeneous ولا exact. طيب لازم تبقى لماح. بص، اول لما تشوف y داش اعرف ان هي بالظبط دي y دي y دي x. ماشي. خلي المعلومه دي عندك عشان هحتاجها كمان كام ثانيه. هي طالبه معاها ما تروحش دلوقتي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اكتب السؤال على ان الواي داش دي واي دي اكس. طيب قول لي دي واي دي اكس equal x باور 3 بلس كوساين x over y. طيب خليك لماح، مش هقول لك اكتر من كده. يعني السؤال ده ما بيتحلش غير لو انت لماح. هتعمل ايه؟ انت شايف فيه فوق اكسات كتير، ماشي، وشايف تحت هنا في واي. طيب ما الواي دي تطلع هنا للدي واي، والدي اكس دي تطلع فوق هنا للاكسات. هعمل الكلام ده ازاي يا عم؟ عادي يا عم. بص، اول حاجه الدي اكس دي هتطلع هناك، اقول لك هي في نفس البتاع على طول، مش هكتب تاني. الدي اكس دي هشيلها من هنا واوديها هناك بالمالتيبليكيشن، تمام، هتطلع هناك فوق دي اكس. طيب والواي دي هوديها هناك بالمالتيبليكيشن برضو عشان هي كانت هنا تحت، صح، من هنا طلع فوق واي. طيب ماذا بعد؟ وصلت للشكل ده، انتجريشن بالنسبة لواي دي واي، انتجريشن بالنسبة لاكس دي اكس، تمام. وانت طبعا بتعرف تعمل انتجريشن، ماشي. كنا بنعمل انتجريشن ازاي؟ لما باجي اعمل انتجريشن للواي بزود واحد على الباور وبقسم على الباور الجديد. طيب واي ازود واحد على الباور تبقى واي باور 2، واقسم على الباور الجديد يعني اقسم على نص، تمام، اقسم على 2 يعني اضرب في نص، بيساوي اكس باور 3. لما اجي اعمل لها انتجريشن بالنسبه لاكس هزود واحد على الباور واقسم على الباور الجديد هيبقى اكس باور 4 واضرب في ربع، ماشي، زائد كوساين اكس. انتجريشن الكوساين ايه؟ انتجريشن الكوساين ساين، ماشي، مش نيجاتيف ساين، ساين اكس. طيب السؤال اتحل؟ اتحل، بس ما تنساش طبعا البلس دي عشان ما تنقصش عليها درجه مجانيه، تمام. السؤال اتحل تمام. خلصنا كده الميد ترم.